أهلا ومرحبا بكم مستمعين في حلقة جديدة من بوصلة فكر. في كل مرة تقترب فيها الانتخابات تتعالى الأصوات نفسها: من هو المرشح الأفضل؟ أي حزب سيحقق التغيير؟ لكننا اليوم سنطرح سؤالا مختلفا تماما، سؤالا قد يكون أكثر إزعاجا وأهمية. في الانتخابات من الذي يجب أن يتغير حقا؟ أهلا بك يا سارة، وأهلا بمستمعينا. سؤالك يضعنا في قلب فلسفة جريئة طرحها المفكر الكردي عرفان مصطفى. فكرته ببساطة هي أننا نوجه أنظارنا نحو الهدف الخاطئ. المشكلة ليست في المرشح، بل في الناخب. بالضبط يا حسن. عرفان مصطفى يقول إننا كجمهور كناخبين نحن من نحدد نوعية السياسيين الذين يحكموننا. المعادلة التي يطرحها بسيطة ومباشرة: إذا كان الناخبون لصوصاً فإن الأحزاب السياسية سترشح لهم اللصوص، وإذا كانوا الشرفاء سترشح لهم الشرفاء. إنها فكرة تعمل كمرآة صادمة للمجتمع. الأحزاب في نهاية المطاف كيانات براغماتية تريد الفوز بالأصوات، ولن تفوز إلا إذا قدمت للمجتمع ما يشبهه أو ما يقبله. هذا يعني أن أي فساد في القمة هو انعكاس لخلل ما في القاعدة. قد يبدو ذلك للوهلة الأولى يا حسن، وهذا هو وجه الاعتراض الطبيعي، لكن إذا أمعنا النظر سنجد أن الفكرة في جوهرها تمكينية وليست مجرد إلقاء لوم. إنها تقول للمواطن: أنت لست ضحية سلبية، بل أنت الفاعل الرئيسي في المعادلة. بدلاً من انتظار المخلص السياسي، أنت من يملك القدرة على صناعة التغيير الحقيقي من خلال تغيير نفسك أولاً. وهنا نصل إلى النقطة الأجمل في فلسفته، وهي الفرق بين التغيير السطحي والجذري. يقول: البلاد لا تتحول من جحيم إلى جنة بتغيير المرشحين، بل بتغيير الناخبين. تغيير المرشحين قد يبدو وكأنه إنجاز، لكنه غالباً ما يكون مجرد تغيير في الوجوه، بينما تبقى العقلية الحاكمة كما هي، لأنها تستجيب لنفس القاعدة من الناخبين. وهذا يربطنا بمفهوم الزمن لديه. يقول إن تغيير المرشحين يحتاج إلى يوم واحد، هو يوم الانتخابات، أما تغيير الناخبين فيحتاج إلى سنوات. العمل الحقيقي الذي يجب أن نقوم به كناخبين ليس في الوقوف في طابور الاقتراع، بل في السنوات الأربع التي تسبقه. ماذا قرأنا؟ كيف طورنا وعينا؟ هل حاسبنا المسؤولين على أساس الأداء أم على أساس الولاءات الضيقة؟ هذه هي الحلقة المفرغة التي تحدث عنها. إذا دخلت الانتخابات بنفس العقلية ونفس التوقعات ونفس المعايير التي كانت عندك قبل 4 سنوات، فلماذا تتوقع نتيجة مختلفة؟ يقول عرفان مصطفى: أنت الذي لم تتغير، ولهذا كل شيء يبقى كما هو. إنها دعوة قوية للخروج من دور المتفرج الغاضب إلى دور المشارك الفاعل والمسؤول. إذن الفكرة ليست مجرد نظرية فلسفية، بل هي خارطة طريق عملية تبدأ بالتعليم، بالقراءة النقدية، بمراقبة الأداء، وبالتخلص من الأمراض الاجتماعية كالطائفية والقبلية والمحسوبية في اختياراتنا. عندما نصبح ناخبين أفضل، سنفرض على الساحة السياسية مرشحين أفضل. خلاصة فكر عرفان مصطفى هي أن الديمقراطية ليست مجرد ممارسة سياسية تحدث كل بضع سنوات، بل هي نتاج ثقافة مجتمعية حية ومتطورة. وصحة هذه الديمقراطية تقاس بصحة وعي الفرد الذي يقف خلف الستار ليضع ورقته في الصندوق. في النهاية يتركنا عرفان مصطفى مع مسؤولية كبيرة، ولكن أيضا مع قوة هائلة، قوة تغيير مستقبلنا بأنفسنا، ليس بالصراخ على السياسيين، بل بالعمل بصمت على أنفسنا. والآن نترككم مع هذا السؤال لنفكر فيه جميعاً. بينما نستعد للانتخابات القادمة، ربما السؤال الأهم ليس لمن سنصوت، بل من سنكون عندما نصوت.